اهلا بيكو، يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنعمل خبز حلو قوي، وده بصراحه الخبز المفضل ليا، من غير ولا نقطه دقيق. ومش هتقدري تفرقيه عن الخبز العادي في الطعم وكمان في الشكل. شكل كمان احلى من الخبز اللي انتي بتشتريه من الفرن. نتيجته حلوه جدا وطريقته سهله قوي. عايزه اقول لكم بقى ان هو مناسب للناس اللي بتعمل دايت، تحب تحافظ على وزنها وعلى صحتها وصحه ولادها، وكمان مناسب لمرضى السكري. هنعمله كده بمكونين اتنين بس، وبجد كده في دقايق هيكون جاهز معاكي، وهيبقى احلى عيش. هتقدري تعمليه سندوتشات لان كله منفوخ وبيتفتح زي ما انت شايفه كده. كفايه ان انت عاملاه بايديكي ومطمنه لنظافته وجودته، وان مش منضاف ليه دقيق ابيض. زي ما قلت لكم كده طريقته سهله، تقدري تعمليه في دقايق الصبح قبل الفطار. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقه. يلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا جبت كوباية من القمح بالليل كده قبل ما أنام، نقعتها بالشكل ده. أنا عايزة كوباية واحدة مش أكتر من كده، هتعملي الست أرغفة اللي انتوا شفتوهم دول. دي كوباية قمح أنا نقعتها بالليل وسبتها كده في مية منقوعة طول الليل، وقمت الصبح بقى بتبقى معايا بالشكل ده. الحباية بتتنفخ كده وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. خلاص كده أنا صفيت المية وغسلت القمح، ودلوقتي بقى هجيب شفشق الخلاط وهحط كده كوباية القمح، ومش هضيف لها أي حاجة خالص غير كوباية مية. وطبعا لازم نضيف لها رشة صغيرة كده من الملح عشان الطعم بتاع العيش يبقى كويس. انا معايا كوباية من المية السخنة، ضفت كده جزء وسبت جزء، يعني ضفت 3/4 وسبت الربع، لغاية ما اشوف المقدار بالظبط محتاج قد ايه. بس انا عشان بعمله على طول عارفة ان القمح ده بعد ما بيتنقع بياخد كوباية، بس اهم حاجة تكون مية سخنة. انا بدأت كده اشغل الخلاط واضرب، لقيته محتاج لمية، زودت ربع كوباية الباقي اهو. انا ما زودتش ميه تاني، هو بالظبط المقدار. كوبايه القمح المنقوع معاه كوبايه الميه السخنه ورشه الملح، دي المكونات بتاعتنا مش اكتر من كده. انا كده شلت الشفشق بتاع الخلاط وقلبت كده المكونات لربما تكون في حاجه على الاجناب او بين السكينه، وابتدات اقلبها وضربت ضربه كمان. هو بياخد حوالي 3 دقايق كده في الضرب وخلاص بيكون جاهز. جبت بقى الخليط اللي انا عملته ده، حطيته في الشفشق او الدرق اللي انتوا شايفينه ده، وهغطيه حوالي كده يعني من ربع ساعه لتلت ساعه، مش اكتر من كده. ما حطيناش اي مواد رافعه ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. خلاص كده بعد حوالي ربع ساعة أنا بسخن الطاسة بتاعتي من غير أي مواد دهنية، وببتدي أصب كده على قد الرغيف اللي أنا عايزاه. عايزاه صغير، عايزاه كبير، دي حاجة ترجع لك وبراحتك. أنا عاملاه متوسط زي ما انتوا شايفين كده، بس أهم حاجة تكون الطاسة سخنة، وتبدأي تنزلي بالمقدار اللي انت عايزاه عشان يعمل لك رغيف كده حلو. وحطيت كده على الوش، طبعا ده اختياري، سمسم وحبة البركة. ممكن تحطي وممكن ما تحطيش، براحتك خالص. وبستنى ان وشه ينشف كده وببتدي اقلبه. بستنى كده ان ما يكونش فيه اي بقع بيضة من العجين، كلها نشفت، وببتدي ان انا اقلبه. اهم حاجة بقى في الموضوع كله عشان يبقى الرغيف كده مش ملزق كده ولازق في بعض وش وظهر، لا انا عايزاه كده مفتوح ومنفوخ، وعايزاه كده اقدر اعمله سندوتشات ويكون طري. بصي بقى اهم حاجه الضغطات اللي انا بعملها اللي انت شايفاها دي اللي بتخلي يعني الطبقتين ينفصلوا عن بعض عشان تقدري بعد كده تفتحيه وتعمليه سندوتشات. ضغطات خفيفه كده زي ما انت شايفه. انا ماسكه في ايديا معلقه سيليكون، مش معلقه ستانلس ولا حاجه، معلقه سيليكون بتبقى خفيفه كده على الرغيف، وكل ما تضغطي عليه كل ما هيفصل زي ما انت شايفه كده. اظن التصوير موضح وباين ان الرغيف اتفصل عن بعضه وبقى طبقتين. طيب انا بفضل اقلب الناحيه دي والناحيه دي وبديله ضغطات. طيب هو كده مش منفوخ، انا عايزاه منفوخ، باخده كده وبدخله الميكروويف او الفرن، يعني دقيقتين بس مش اكتر. لو في الميكروويف دقيقه، لكن لو في الفرن بسيبه دقيقتين بينفخ معاكي وبيبقى كمان ملدن. بصراحه انا بحب اعمله ملدن قوي، ما بحبش اعمله طري. طري يعني مش عايزاه زي العجين كده، لا انا عايزاه يعني يكون في تلدينه كده خفيفه، ده طبعي لما بحب اكل عيش بحبه يبقى كده. انت بقى على حسب ما انت عايزه تخليه طري، يبقى تطلعيه من الطاسه كده على فوطه وخلاص كده الموضوع انتهى والعيش جاهز معاكي وتقدري تعمليه سندوتشات، لان هو فاصل اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجه الضغطات اللي انا بضغطها على الرغيف دي اللي بتخليه يفصل ويعمل طبقتين عشان تقدري بعد كده تفتحيه وتعمليه سندوتشات. شايفين يا جماعه طريقته سهله جدا. اهم حاجه ان انت ما تقلبوهوش غير لما العجين اللي فوق كده يبتدي ينشف ويغير لونه وما يبقاش اللون العجين كده ابيض. وعايزه تحطي سمسم حبه البركه زي ما انا حطيت كده. واهم حاجه ان انت تضغطي كده 3 4 ضغطات من الناحيه دي وتقلبي من الناحيه التانية. شايفين بقى الرغيف لما طلع؟ انا كنت بعمل شويه في الميكروويف وشويه في الفرن. بصوا بقى الرغيف لما طلع من الميكروويف، انا حطيته دقيقه واحده في الميكروويف، بقى منفوخ وملدن وتحفه. بصوا بقى الضغطات بتعمل ايه.
بتفصل بقى الطبقتين عن بعض. اهم حاجه يا جماعه مش تحطي الرغيف وتسيبيه، هيبقى ملزق معاكي ومش هيبقى حلو. اضغطي كده عليه ضغطات بسيطه زي ما انا بعمل من الناحيه دي ومن الناحيه دي، هيبقى تحفه زي ما انتوا شايفينه كده. ولو انت عايزاه ملدن زي ما انا بفضله، يبقى هتحطيه اما دقيقه في الميكروويف او دقيقتين في الفرن العادي، هينفخ معاكي كده وهيبقى ملدن وشكله تحفه زي ما انا وريته لكم. طبعا العيش ده صحي جدا زي ما انت شفتي كده، احنا عملناه من القمح، القمحية الكاملة، ما شلناش القشرة ولا الكلام ده كله. حطينا كوباية قمح نقعناها وخدنا كوباية القمح المنقوع، حطينا عليها كوباية من المية السخنة ورشة بس بسيطة من الملح. دي المكونات بتاعتنا مش اكتر من كده. سيبناها ربع ساعة وابتدأنا نشتغل فيه، يعني ممكن قبل الفطار كل يوم ب10 دقايق كده تكوني نقع القمح من بالليل وتعمليه كده الصبح قبل الفطار، هيبقى طازة معاكي وطري زي ما انت شايفاه كده. عايزاه ملدن اعمليه زي ما قلتلك. شايفين بقى العيش بجد شكله كده يعني مغري ويفتح النفس. تقدري تاخدي كده رغيف وتفتحيه كده نصين وتحشيه بقى اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه بقى لو حشيتيه كده مثلا جبنه، تحطي بقى شويه خضروات زي فلفل زي كابوتشا زي خيار اللي موجود عندك. شايفين بقى الرغيف بجد تحفه. شايفين قابب ازاي؟ انا كمان عامله جزء طري وجزء ملدن، لان انا بصراحه بحب الملدن لكن الولاد عندي بيحبوه طري. بصوا بقى انا هفتح واحد معاكم كده علشان تشوفوه ازاي بنفتحه وبنعمله سندوتشات، بيبقى سهل جدا. وكل العيش يا جماعه تقدروا تفتحوه، مفيش ولا رغيف مش مفتوح، يعني مش مفصول عن بعضه، مش معمول طبقتين. بصوا كده، شايفين الجمال والحلاوه؟ اول ما بيطلع كده من الفرن او حتى من على البوتاجاز بحطه على طول في فوطه، حتى لو عايزاه ملدن برضو بحطه في فوطه علشان ما ينشفش. بصوا بقى انا فتحت الرغيف كده بالمقص، مفهوش بقى من جوه ولا عجين كده ولا لبابة ولا ملزق في بعض ولا الكلام ده كله. العيش كله بيتفتح زي ما انتوا شايفين كده، وبجد طعمه حلو جدا. عايزة بقى تعمليه للفطار للغدا، تحشيه جبنة او اي حاجة موجودة عندك براحتك خالص، هيبقى مناسب لكل الوجبات. وهيبقى مناسب جدا كمان للولاد في اللانش بوكس كده، تحط لهم سندوتشات منه، هيبقى حلو جدا. انا عملت دلوقتي سندوتش جبنة اهو كريمي، وابتدأت احط بقى شوية خضروات كده. انا كان عندي كابوتشا واحط كمان طرنشات من الطماطم، وطعمه يا جماعه حلو جدا وكمان صحي، لان احنا عملنا القمحيه كلها بالقشره بتاعتها، يعني يعتبر عاملينه من دقيق القمح الكامل بس بقى، ولا عجنا ولا خبزنا ولا فردنا ولا الكلام ده كله. طريقته سهله جدا وبسيطه وتقدري تعمليها في دقايق. نسيت اقول لكم ان النار تكون فوق المتوسطه، ما ينفعش توطي عليه لان كده مش هيفصل معاكي، يعني تعتبر تكون عاليه بس مش عاليه قوي. انا بعمل منه كميه وبحطه في الفريزر وبطلعه وبحطه في الميكروويف، بيبقى حلو جدا. جربيه كده، انا واثقه ان هو هيعجبك، وهتعملي منه كميه وتشيليه في الفريزر وتطلعي منه كده وتحطيه في الميكروويف، هيبقى معاكي زي ما يكون لسه معمول، بدل العيش اللي بتجيبيه من بره ومش ضامنه نظافته وجودته، ومش ضامنه كمان محطوط له دقيق ابيض او لا. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يا ريت اسمع تعليقاتكم الحلوه اللي بتشجعني وبتخليني استمر. يلا بقى سلام، باي باي.